السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة جديدة من سلسلة تعلم بايثون. في هذا الدرس غادي نكتشف عالم جديد مهم في البرمجة. كيفاش نتعامل مع الملفات فايلز؟ علاش نحتاج نقرأ أو نكتب في ملفات؟ لكي نخزن بيانات، باش نقرأ معلومات من ملف خارجي، باش نتعامل مع لوكس، إعدادات أو حتى قواعد بيانات بسيطة. كيف تقرأ ملف واطلاع على محتواه؟ مثال بسيط على ذلك: فايل يساوي أو date text r content يساوي فايل read parent content فايل close r كتعني read القراءة. كيفاش نكتب في ملف؟ فايل يساوي أو date text w فايل close w كتعني write الكتابة وتمسح كل شيء قبل. كيفاش نضيف للملف؟ فايل يساوي أو date text a فايل write خط مائل يسارا سطر جديد تضاف. فايل close a كتعني بين الإضافة في السطر الجديد. طريقة آمنة لفتح الملفات. without date text r as فايل content يساوي فايل read parent content with كتسالي وتسد الملف تلقائيا حتى إلا وقع خطأ. خلاصة الدرس: r w a كت حكموا فيه. نوع العملية: خاصك تسد الملف بعد الاستعمال. with كتسهل التعامل وتفادي الأخطاء. في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نشوف موديولز في بايثون، كيفاش تستورد ملفات أخرى وتستعملها. سلام.